من أصعب المواقف اللي بيمر فيها شخص عايش في المجتمعات العربية إنه يجيله وقت يحس إنه محتاج يروح لدكتور نفسي. قد إيه القرار بيبقى صعب جدا، بيبقى حاسس بالخجل، بيبقى حاسس إن هو هيتقال عليه مجنون. لما بيحاول إن هو يوصل الفكرة للناس اللي حواليه، أكتر كلمة بتتقاله لا أنت محتاج بس تقرب من ربنا، أنت محتاج تصلي تقرأ قرآن، دكتور نفسي إيه أنت كده هيقولوا عليك مجنون. يتأخر كتير جدا في إن هو يطلب المساعدة علشان خاطر حاسس بإن هو أنا كده هبقى أقل من الناس اللي حواليا، أو إن الناس اللي حواليا هيشوفوني بشكل مش حلو. أنا جاية أقولك إن أنت تستاهل إنك تطلب المساعدة، لأن مفيش حد من الناس اللي حواليك حاسس باللي أنت حاسه، وإنه الطب النفسي هو علم، والعلم هو من الخالق. بمعنى إنه علم ربنا اللي علمه للبني آدم هو علمه له علشان خاطر يعالج بيه الناس. الأدوية اللي احنا متضايقين منها وعمالين نشتم فيها، الأدوية النفسية وحشة، الأدوية النفسية دي اتعمل عليها دراسات كتيرة واتعمل عليها أبحاث كتيرة جدا عشان تكون آمنة للبني آدم. الأدوية دي عشان خاطر الإنسان يوصل لها، هو ما وصلهاش لوحده، هو وصل لها بقدرة العلم اللي هو اتعلمها من الخالق العليم. فإذا في أفكار كتيرة هتحرمك من إن أنت تعيش حياة أفضل. أنا شفت ناس كتيرة جدا اتكتب لهم حياة جديدة بعد ما استمروا على العلاج النفسي، بقوا بيواظبوا على شغلهم، بقوا أحسن في حياتهم، بقوا مركزين أكتر. ليه تحرم نفسك من إن أنت تتوجه لطبيب نفسي وتطلب منه النصيحة؟ منكرش إن في بعض الناس مروا بتجارب مش حلوة، سواء مع الأدوية أو مع العلاج النفسي، أو إن هم مثلا راحوا لدكتور نفسي ما ادالهمش النصيحة اللي هم محتاجينها. منكرش إن أنت ممكن تكون مريت بخبرة سيئة، بس ده ما يمنعش إن أنت تدور مرة واتنين وتلاتة لحد ما تلاقي الدكتور المناسب اللي يسمعك بجد، اللي يفهمك كويس، اللي يكون عنده خبرة كويسة، واللي تكون معاه مرتاح. الدكتور النفسي زي أي دكتور تاني، دكتور القلب، دكتور الباطنة. أنا بدور على الدكتور المناسب اللي ارتاح معاه، مش عشان جربت مرة ولقيت نفسك مش مرتاح تبطل إن أنت تدور على الدكتور اللي يكون مناسب بالنسبة لك. ما تستخسرش في نفسك إن أنت تكون أحسن، أنت بجد تستاهل تكون أحسن.